السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات ناعمه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الشنيك اللي كيجي رائع بالعجينه العجيبه الغريبه، عجينتي المعتمده اللي غنخرجوا منها شنيك وقرص اللي كيجي رائع. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير ما عليكم الا تبعوا الفيديو من اوله لاخره، وعلى بركه الله نبداو. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات ناعمه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم العجينه العجيبه الغريبه، العجينه ديالي المعتمده اللي سبق لي عطيتها لكم شحال من مره. غادي ندير بها ان شاء الله الشنيك اللي ممكن ان شاء الله، بما ان بقاش بزاف ان شاء الله العيد او دابا في رمضان ماشي مشكل. نديروها شنيك ان شاء الله. ممكن تحضروه الليله ديال العيد وحتى الغد وتقدموه كيبقى رطب وزوين، يعني ما تخافوش منه. بالنسبه للعجينه راه غنكتب لكم المقادير، وراه دائما كندير معكم غنعطيكم المقادير. عندي نص كيلو ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الخميره، حاولت نقص شويه لان عندي الجو سخون بزاف، جوج معالق كبار الزبده، جوج معالق كبار الزيت درتهم هنا، معلقه صغيره الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه يعني ما يعادل 7 غرام، اي اللي في المغرب يدير ساشي وحده، جوج معالق كبار ديال السكر. هنا درت حداهم واحد الفانيلا باش تجيني ديك السما ديال الفاني، واحد نص الحليب دافي، نص ولا قل من نص على حساب الطحين ديالك واش كيشرب ولا لا. غندير العجين ديالي تدلك مزيان، خصها تدلك وتكون رطبه، ومني غتدلك غنخليها تخمر. نورمالمون انا كنخليها تخمر مزيان، ولكن دابا ما عندنا الحراره بزاف والمطبخ عندي سخون بزاف، فغادي نخليها غير طلع شويه وغادي نبدا نخدمها ان شاء الله. من بعد غنحتاج شويه الزبده. ممكن هذا الشنيك غتورقوه بالزبده، ديروا بحال مسمنه تورقوه، او لا يعني ممكن في كلتا الحالتين ممكن ديروه. كل انا بغيتو شويه يجيني مورق غادي نديرو. غادي نحتاج الزبده، غادي نحتاج كريمه الباتيسري، وغادي نحتاج حبوبات الشوكولاته ان شاء الله باش غنديروا هذا الشنيك. دابا غادي نخليها تعجن وغنتلاقى معكم من بعد ما تخمر واحد شويه، ما نخليهاش تخمر بزاف، ونتلاقى معكم باش نخدموها ان شاء الله. العجين ديالنا شويه خمرات، ما خليتهاش بزاف لان الحراره بزاف. انا عندي النشا او الطحين اللي بغيتو، انا كنفضل النشا. عندي حبوبات الشوكولاته وكريمه الباتيسري، غنخلي لكم رابط الفيديو ديالها تحت هذا الفيديو ان شاء الله. غادي ندوزو دابا نخرج منها شويه داك كما كتشوفوا راه رطبه، انا موجده المدلك فهي راه رطبه بزاف. غادي نطلقها دابا مزيان ان شاء الله ونتلاقى معكم. غادي ندير الاول الزبده نطويها كشكل رغيفه، وعاد غادي ندوزو، نسيت ما نقولها ما قلتهاش، عاد غادي ندوزو نديرو لها نطلقوها مزيان. انا نقص شويه من العجينه لان جاتني كثيره، غادي ناخذ هكذا بالاصابع ديالي. الا بغيتو ديروا هذه العمليه ممكن ديروها باش تجيكم شويه مورقه، ما بغيتوش ديروها فممكن ديروا غير هكذا، وغنطويها على شكل الرغيفه. ممكن ديروا هذه العمليه مره واحده، جوج مرات، ثلاثه، اللي بغيتو نتوما والاختيار ديالكم، كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. نحاول نزول الزائد ديال النشا. هي العجينه راها رطبه كتمشى معايا غير غنخليها دابا ترتاح، نخليها ترتاح شويه، نخليها ترتاح شويه باش نكمل هاد الزبده. غنعاود نطلقها مره اخرى ونعمرها بهاد الزبده اللي بقات. فقط عندي واحد جوج معالق كبار ديال الزبده، ونعمرها المره الثانيه بالزبده، ونتلاقى معكم ملي بغي ندير لها كريمه الباتيسري حبيبات شوكولاته عفوا. من بعد ما طلقت العجين ديالي غادي نجيب، درت لها جوج مرات الزبده وطويتها بحال الرغيفه. كريمه الباتيسري القدر يعني اللي بغيتو، انا ما غاديش نعملها كلها. كتجي رائعه وكتبقى رطبه، يعني الا بغيتو ديروها للعيد ممكن تصايبوهم ليله العيد وكيوجدوا بسرعه، يعني ما خصناش عجين مورق ولا، فقط بالعجينه ديال القرص
اللي انا سميتها العجينه العجيبه الغريبه، اللي نقدروا نخرجوا منها المالح والحلو، يعني عده اشياء. دابا غادي ندوز نضيف حبيبات الشوكولاته. تعرفوا الوليدات كيبغيو هذا الشيء الشوكولات. ولا بغيتو ديروا الزبيب ممكن ديروا الزبيب، يعني كيبقى لكم الاختيار. وغندوزو دابا باش غادي نعملوهم على شكل الشنيك ان شاء الله. يعني بسرعه كيوجدوا، ما فيهمش شي تعب. فانا الكميه كلها ديال العجين راني ما درتهاش كلها. غادي نقول لكم اللي بقى لي شنو درت به. غادي نخرج منه القرص، فممكن تعجنوا كيلو ديال الطحين وتخرجوا منه القرص، تخرجوا منه شحال من حاجه. راه عطيتكم اقتراحات كتار هكذا. ها هي العجين ديالي دابا موجوده. ندوزو دابا باش نقطعوها ان شاء الله. نقادها من الجناب، ضروري هاد الزوائد غادي نحيدهم. كما كتشوفوا معنا دابا غادي نقاد الجوانب. ممكن حتى هي غادي نديرها طيب ماشي مشكل. العجين معايا راها مرفوقه بزاف، انا بغيت نصايبها مباشره هكذا. اللي كتبغي دير الخيط ممكن ديري الخيط. انا وجدت صينيه ديال الفرن محطوطه هنا حدايا، درت فيها ورق الزبده. وغنخليهم حتى يخمروا، وغادي ندهنهم بصفار البيض وندخلوهم يطيبوا عفوا. كيجيو رائعين، ما تردوش ديروهم، يجيو زوينين بزاف. ومني غادي يطيبوا بطبيعه الحال غادي ندهنهم من الفوق بمربى المشماش. كيبقى لكم الاختيار، ولا الناباج ولا اللي بغيتو، ولا تخليهم غير هكذا. كيبقى لكم بطبيعه الحال. انا كنحاول نبعدهم بشويه باش ما حيت غادي يتنفخوا، باش ما يتلاصقوش ليا. انا دابا غنكمل على الطريقه الشنيك ديالي حتى نكملو، وغادي نخليه يتخمر ان شاء الله. غادي نكملو وغادي ندوز معكم. غادي ندهنو الاول بصفار البيض، وعاد نخليه يتخمر المره الاولى، ونعاود ندهنو المره الثانيه قبل ما ندخلوا الفران الاولى. يمكن غير الا بغيتو ممكن تدهنوا عفوا غير مره واحده، فانا بغيت ندهنو جوج مرات. غادي ندهنو المره الاولى، وملي غادي يخمر غادي ندهنو المره الثانيه، وعاد غندخلوا الفران ان شاء الله. معنا هو الشنيك ديالنا وجد. انا درت هنا واحد المعلقه صغيره تاع الحليب مع صفار البيض، غادي نخلطهم مزيان. غادي ندهنهم المره الاولى وقبل ما ندخلهم الفران. دابا غندير معكم غير المره الاولى، ومني غادي يخمروا ان شاء الله راه غندخلهم الفران. غنعاودهم عاوتاني ندهنهم وندخلهم الفران. نتوما يا ضروري الا تخمروا، الا كنتوما غدهنوهم حتى يخمروا، فحاولوا ما تضغطوش عليهم، لان الا ضغطتوا عليهم غادي تهبط فيهم ديك الخميره وما غاديش يجيكم الشنيك ديالكم مزيان. فلهذا حاولوا يعني من دهنوهم الا كانوا خامرين، اولا من الاحسن دهنوهم هما باقيين هكذا قبل ما يخمروا. دهنوهم مره واحده وصافي ودخلوهم الفران. دابا انا غادي ندهن الشنيك ديالي. بالنسبه للعجينه اللي بقات ليا من الشنيك، ها هي درتها قرص. غادي ندهنها حتى هي بالبيض، وغندير عليها الجنجله ان شاء الله، وحتى هي غتشوفوا الشكل ديالها النهائي. باقا ليا شويه العجينه حتى هي باقا ما شكلتهاش قرص ان شاء الله، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. دابا انا غادي ندهنهم كاملين. هادو غادي ندهنهم ندير لهم الزنجلان، اولا زينهم باللي بغيتو، ولا زريعه الكتا اللي عندكم. غادي ندخلهم ان شاء الله الفران. قبل ما يدخلوا الفران غنعاود ندهنهم مره ثانيه الشنيك. هذا ما غاديش نعاود ندهنو لان غنكون درت فيه زنجلان. ندهنهم المره الثانيه، غندخلهم الفران، ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد ما يطيبوا وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ما تردوش، جربهم كيجيو رائعين. وهاد العجينه خصوصا الا اعتمدتوها غتكونوا فرحانين بها بزاف، لانها كتصدق في اي حاجه، المالح او الحلو. غير اذا كنا غنديروا في نفس العجينه مالح وحلو ما نديروش 2 معالق كبار السكر، كنديروا معلقه واحده كبيره ديال السكر، ما كنديروش 2 معالق. دابا ما غنتلاقى معكم ان شاء الله حتى يطيبوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الشنيك ديالنا. انا قطعت هنا واحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. رائع ما تردوش تجربوه، كيجي مورق. وانا القرص اللي خرجت منه ها انتم كما كتشوفوا القرص كيجي كي البونج. شحال مره درتو معكم. هي الاصل العجينه انا هي المعتمده عندي ديال القرص،
ففكرت ندير بها حاجات حلوين ومالحين. فقلت لكم انا كنت من عجينه وحده غتعجنوا مره واحده وبغيتو تخرجوا منها المالح الحلو، غادي ديروا ملعقه واحده كبيره ديال السكر. الا كنتو غديروا غير حاجات حلوين بحال دابا انا اليوم درت غير القرص والشنيب، غديروا ان شاء الله 2 معالق كبار ديال السكر وكتجي رائعه. راه اعتمدوها كتجي رائعه رائعه. وانا ملي خرجوا راني دهنتهم بمربى المشمش عفوا. اليوم ما تديوش عليا، كنحس راسي شويه عيانه الا درت شي اغلاط ولا هذا في هذا الفيديو، ما فكنعتذر. المهم كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا درتوها ان شاء الله العيد فديروها ليله العيد، راه تبقى لكم رطبه بزاف. انا غادي نضغط بالاصبع ديالي شوف شحال رطبه عفوا، واخا فيها الكونفيتير يديك ولا عمرتها. فراه رائع يعني بحالو بحال القرص، رائع بزاف. ما تردوش تجربوه. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم. اي اقتراحات او تعليقات او تساؤلات اللي بغيتو خليهم لي تحت الفيديو. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تعملوا اشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. كما كنقول دائما قبلوا عليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.